هلا وهلا وردات قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. مثل ما شايفين فيديو اليوم ديكورات البيت وفرش الشتوي. طبعا اول شي عندنا هذول اللزقات مالت البلاكات اللي ينطونهم للبلاكات منظر حلو. طبعا انا قبل ما نبدي طبعا هنا احنا سوينا هاي الدنقة، اشترينا ورق جدران. فطبعا باقي الهول لسه ما سوينا، مثل ما شايفين بعدنا وفارشين بعد الصيفي بعد ما خالين شتوي. طبعا هنا الممر احنا سويناه، طبعا ما لحقت اصور لكم لان كانت مشغولة هواي ومراد كان مريض فما لحقت اني اصور لكم. طبعا هذا سوينا الورق جدران وخلينا له هاي اللي هسه شوفتكم اياها اللي وصلتنا اللزقات. مثل ما شايفين هاي تنطيها منظر حلو كلش حلو للبلكات يعني، وخاصة مع الورق جدران طلعت تخبل كلش حلوة. شايفين؟ وخلينا اطار الهم من هذا الفلين. هاي مثل ما شايفين هاي صار الممر عندنا هيك يعني. اول لما تدخلون للبيت راح يكون هذا الورق جدران هيك كلش حلو. وهنا اشتريت زوالي هم راح اشوفكم هم او محافير، شوفوا انتو شو يسمونها. اشتريتهم للصالة وللمطبخ. وهاي المحفورة اللي اشتريتها للمطبخ، انطوني رأيكم بيها. طبعا بعد ما راح اشوفكم الغراض بعدين راح نفرش البيت. وهنا هسه هاي المحفورة الكبيرة اللي راح نخليها بالصالة. طبعا هنا ما مبينة يعني فصالها لان ما عندي مكان يعني كبير افرش لكم اياه، فراح لما راح نفرشها بالصالة راح تشوفونها وتعرفون وانطونا رأيكم بيها من نفرشها. وهنا هذا الشي هم وصلني اليوم هم من الكارغو، الكوشات اللي راح اخليهم، وجوه الكوشات اقصد اللي راح اخليهم للكوشات مال القنفات. طبعا اختاريت لونين عسلي من هذا الموديل اللي رسمتها تكون مثل المحفورة، مثل نقشة المحفورة بالضبط بس الوان. هاي اسود اثنين وقهوائي اثنين عسليات. وهنا هاي احنا عنسوي نحنا الصالة مثل ما شايفين ورق الجدران والميز. طبعا شلنا هنا بدينا نسوي الورق الجدران. طبعا وسخت تعرفون بالقاع على ما نخلص. طبعا وهنا مثل ما شايفين انا يعني لميت ورجعت الميز هنا، بعدين راح نغير يعني على ما افرش. بس بعد ما كملنا صفحة اللخ والورق جدران لما نكملها عود ابقى افرش البيت. طبعا هم تعرفون باكر ان شاء الله نكملهم. وهاي الصفحة هسه اليوم راح نخلصها هم حتى بعد ما نكملها نبدي بالفرش ان شاء الله ونغير الديكورات. وهاي هنا هسه صباح الخير يا حلوين، رجعت لكم هساني وراح نغير الديكور. طبعا هنا ثاني يوم صبح مثل ما شايفين. وهاي الفرش اللي اخذتهم هم ما شوفتكم ياهم، راح نخليهم للقنفات يعني ان شاء الله. اخذت افتح حتى يعكس يعني يطلع كلش حلو. وهنا طبعا تعرفون شلت الزوال اللي عندي وكنسيت. وهاي هيج طبعا نكمل كنس البيت. ايه تعرفون يعني شلت ونظفت وهاي فيطلع شوية وسخ يعني، بس ما ادري ليش بالتصوير القاعية عندنا تطلع على قهوائي ما هي عسلي يعني فاتح مرة، لان الكاميرا تتحرك فما عاد اصور الستاند مالت التصوير. ماسكة التليفون بيدي وقاعدة اصور، ومرات اخليها ثابتة. وهاي هنا هسه بعد ما خلصت كنس ومسحت القاع هم كلها بالمنظف. وخليت هذول الفرشات مال القنفات مثل ما شايفين ورتبت البيت. هسه هنا راح اشوفكم الغرفة هم غيرنا الفرشة مالها مالت التخت لان شتوي. وهنا طبعا مرة ينام خطية كان يشرب منه ونام. وهنا هاي غرفة البنات هاي هيج سويتها رتبتها وهم فرشت لهم محفورة. وهنا هم فرشت هاي المحفورة الكبيرة. وهاي الحمامات هم خلصناهم نظفناهم كل شي يعني ما خلينا. هاي شايفين طبعا كلش صاير حلو الديكور البيت يعني. الورق جدران طبعا هو سعره مناسب جدا ورخيص، بس ينطي يعني البيت نظارة كلش حلو يعني. اكو هواي موديلات وفصلات بس نحن هاي اخذناه يعني عسلي واسود وابيض حتى شي يعكس يضرب على شي يعني، شي يفتح وشي يغمق. هنا عندنا هم الصالة يعني مثل ما شايفين هاي الصفحتين سويناهم خلينا لهم الغلاف والتلفزيون. طبعا كلش حلو صارت يعني. حسن تنطوني رأيكم بيها حلوة مو حلوة. طبعا انا عجبتني يعني حطيت الميز هنا يعني حبيت اغير شوية حطه هنا يعني تعرفون شتوي يعني يكون يم المطبخ حلو يعني يكون وهم قريب عليا.
والطبلات والهاي الطبلة الصغيرة حولتهم منه يعني مثل القنفة تصير، في احتمال احولها من جهة الأخرى تحول الطبلات من هاي الصفحة تصير ويا الضخم ويا الديوان كلش حلوة تصير. وهنا المحفورة هاي مالت المطبخ كلش عجبتني، يعني هيجي بيها رسمة الوجه يعني مالت القهوة عندهم يعني حلوة. والمحفورة هم نقشتها حلوة، انطوني رأيكم بيهم، حلوين عجبوكم ما عجبوكم؟ طبعا ظلت عندي البردة حابة اني اغيرها، راح اشوف ان شاء الله بعدين يعني اخذ بردة بس اغير البردة. اكو بعض شغلات شوية هم يحتاج يعني اني اغيرهم بالبيت حتى يعني يكمل البيت كله. حابة اني اخذ للبنات تخوته غير اللي عندنا. فإلى هنا اذا وصلتوا حبايبي حطوا لي لايك لا تنسون. وهاي هنا هسه بعد ما خلصنا شغل وقعدنا لازم نشرب نسكافيه وشوية بسكت شي بسيط. ولهنا اقولكم باي.